بعد اعلان بول هيمن ان رومان رينز هيشارك في عرض الرويال رامبل عام 2025 وكل القصص بدأت تتفتح مرة تانية. احنا في الجزء الاول اتكلمنا عن سينا، ماكنتاير، سيس وبانك، وانا برضو قلت ان ده لسه الجزء الاول، انا بتكلم باللي بيحصل حاليا، انا معرفش لسه ايه اللي ممكن يحصل، لسه فاضل حبة حلوين جدا على عرض الرويال رامبل، ولكن في الفيديو ده مخصوص انا هتكلم عن طريق رومان رينز نحو الرويال رامبل. فده الجزء الثاني معانا، اللي ما شافش الجزء الاول هسيب لكم الرابط تحت في الديسكريبشن وفي اول كومنت. رومان رينز في عام 2024 كان عداواته معروفة، بداية عداوته مع كودي رودز، ثم انتقلت عداوته مع البلاد لاين او البلاد لاين الجديد بقيادة سولو، ودلوقتي احنا في طريقنا لحاجة جديدة. رومان رينز بعد ما خلص من سولو والروك لبسه عقد الاولى فالا، فدلوقتي رومان رينز اصبح بدون عداوة في الدبليو دبليو اي، مفيش عداوة واضحة قدام رومان رينز. بول هيمن ظهر في عرض سماك داون اللي فات وقال لكودي رودز ان رومان رينز بيحترم كودي رودز قبل اي حاجة، ولكن رومان رينز عاوز اللقب بتاعه مرة تانية، لان رومان رينز اول ما رجع الدبليو دبليو اي بعد ما خسر لقب الاندسبيوتد تشامبيون قال انه عليه انه يسترجع كل حاجة خسرها، وده اللي حصل ما بينه في السيجمنت ما بينه وما بين كودي رودز، السيجمنت السينمائي اللي حصل قبل عرض باد بلاد، وقال لكودي رودز بالنص كده انا هستعيد كل حاجة اتسرقت مني. هو استعاد عقد الاولى فالا، وبالتالي ناقصه حاجة مهمة جدا، لقب الجولد او اللقب الجديد، لقب الدبليو دبليو اندسبيوتد تشامبيون اللي اتسلب منه في عرض الراس المانيا 40. فبالتالي رومان رينز ماشي بنسق محترم، رومان رينز استعاد عقد الاولى فالا، استعاد زعامة القبيلة مرة تانية، بقى هو الزعيم الاوحد، ذا اوريجينال ترايبال شيف. وبالتالي بعد ما بول هيمن اعلن مشاركته في الرامبل وقال لكودي رودز ان رومان رينز هيستعيد اللقب بتاعه منك مرة تانية، فاعتقد ان رومان رينز داخل الرويال رامبل علشان سبب واحد بس، يفوز بيها ويروح للراس المانيا 41 علشان ينافس كودي رودز. بس السؤال هنا، هل احنا مستعدين ان احنا نشوف 3 راس المانيا ورا بعض، ال3 مين ايفنت فيها نشوف كودي رودز ضد رومان رينز؟ مع احترامي الرومان ومع احترامي لكودي رودز ومحبينهم كلهم على دماغي، هل رومان رينز يستحق انه يقدم 3 راس المانيا مع كودي رودز؟ رومان رينز عملها قبل كده، عملها مع بروك ليزنر، الثلاثيه الماتشات اللي هم لعبوها في الراس المانيا، والثلاث ماتشات اسوأ من بعض، اسوأ 3 مين ايفنت ممكن تشوفهم في تاريخ الراس المانيا، سواء الراس المانيا 31 ضد بروك ليزنر اللي سيس رولينز طلع صرف فيها الماني ان ذا بانج وانقذ الليله، او سواء الراس المانيا 34 اللي بروك ليزنر فاز فيها، كانت اسوأ ماتش تشوفه في تاريخ الراس المانيا. تخيل ماتش مين ايفنت راس المانيا يطلع سكواش لبروك ليزنر، والماتش الثالث كان في الراس المانيا 38 ضد بروك ليزنر وكان المين ايفنت برضه وكان سيء، اسوأ حاجه عينك ممكن تشوفها، ورومان رينز فاز بيها وحد لقب الكون ولقب الدبليو دبليو تشامبيون مع بعض. طب نيجي لكودي ورومان في الراس المانيا 39 قدموا واحده من افضل الماتشات، ارفع لهم القبعه على الاداء، والاداء كان بالذات محترم في الراس المانيا 39 من كودي رودز، والنهايه كانت محترمه، واحترمت فينس ماكمان وقتها انه خسر كودي رودز، لان كودي رودز ما كانش يستاهل ان هو ينهي فتره رومان رينز. ثم الراس المانيا 40 والقصه الجديده وي وونت كودي، وخدنا على دماغنا كلنا واحنا عارفين خدنا على دماغنا ليه، بس الماتش كان كويس، الاداء كان كويس، بس المره دي الاداء كان كويس من رومان رينز، والقصه انتهت بهزيمه رومان رينز. هل انا نفسي اشوف في الراس المانيا جديده ما بين كودي ورومان؟ طب دلوقتي رومان رينز بيلعب دور الشخص المحبوب وكودي رودز الجدع المحترم، العداوه دي هتطلع لنا ايه تاني؟ هيتكلموا في ايه؟ في القديم؟ يعني كودي هيقول له مثلا ده انا ساعدتك في باد بلاد، ده انا طلعت ساعدتك في استعاده عقد الاولى فالا في ماتشك ضد سولو. ما اعتقدش انها تمشي كده، فطريق رومان رينز في الرويال رامبل صعب جدا جدا جدا. رومان رينز من بداية التوقعات من دلوقتي رومان رينز مش هيقدر يفوز بالرويال رامبل دي، مستحيل، ان رومان رينز اعدائه كتير في الدبليو دبليو اي، وفي شيطان بيطارد رومان رينز. اي نعم هو لسه ما واجهش رومان رينز فيس تو فيس لحد دلوقتي، عمال يدمر في جاي، في سامي، في جيمي، سايب ده كله، سايب رومان رينز المشكلة الاساسية اللي هو راجع الدبليو دبليو مرة تانية علشانها، وعمال يدمر في اللي حواليه. لا طلع حتى في ماتش ضد سولو خسره ولا عمل اي حاجة. الاستاذ درو ماكنتاير اللي هو قال انا هخش الرويال رامبل دي علشان امنع رومان رينز من الوصول للسلطه، ورومان رينز استعاد عقد الاولى فالا، انت ليه ما طلعتش خسرت الماتش؟ ما اعرفش، كيفن اون اللي طلع. طب في الرويال رامبل انت مشارك اهو، اتمنى ان يحصل فيس تو فيس حتى ما بينك وما بين رومان، يعني اتمنى انت ما تطلعش قبل رومان ويتم اقصائك قبله، لان ساعتها هنيئا لك يا تريبل اتش، جيوش من حرف الخاء. المشكله اللي احنا ماشيين بيها في الدبليو دبليو لحد دلوقتي، درو ماكنتاير بيلمح من ساعه بعد انتهاء قصته مع سي ام بانك ان هو في مشكله مع رومان رينز وفي عداوه جديده مع رومان رينز، ولحد دلوقتي
لا رومان اتكلم عليه ولا رومان بصله ولا رومان معبره اصلا. ده حاجه غريبه. رومان رينز اصلا كل اللي كان مهتم بيه ماتشه مع سولو، وما كانش فيه ما بينهم اي سيجمنت تاني من بعد الور جيمز. فجاه شفنا الماتش، رومان فاز، الروك لبسه الاولى فاله، خلصت القصه. درو ماكنتاير بقى نازل حرب بقى، خسر من جي اوسو، اهان سامي زين مرتين، مره في الرو مره في ساتردي نايت مين ايفنت. مش فاهم القصه لحد دلوقتي. ايه وضع درو ماكنتاير مع رومان رينز؟ ده ما حصلش حتى شتيمه ما بينهم. كل السيجمنت اللي بتحصل درو ماكنتاير مع بانك وسيس. طب ورومان؟ قصتك الاساسيه مع رومان. انا عارف انك بتحاول تقنع سيس ان هو ينضم ليك، ولكن سيس ماشي بالمنطق زينا. سيس زهق من رومان رينز وقصه البلاد لاين. انت راجع تحييها تاني يا ماكنتاير؟ مش كفايه اللي عملوه فيك؟ انت ما بتحرمش؟ ما هم اللي عملوه فيك قبل كده يعملوه فيك تاني. انت لوحدك، خد بالك انت لوحدك. وصوله في كلام ان هو هيعترف برومان رينز ويرجع في ظل رومان رينز من تاني. فالبلاد لاين لو رجعوا مع بعض مره تانيه انت اللي هتتفشخ. وانا بقولها دلوقتي اهو ان طريق رومان رينز وماكنتاير هيحصل ما بينهم اكيد فيس تو فيس في عرض الرويال رامبل ده. اللي انا اتمناه ان درو ماكنتاير يكسر رومان رينز، ده اللي انا اتمناه. اللي انا ما اتمناهوش ان رومان رينز هو اللي يكسر درو ماكنتاير، ده مبدئيا. يعني كفايه اهانه لدرو ماكنتاير في الدبليو دبليو اي، كفايه اهانه. الراجل ده لازم يبقى بطل عالم. كودي رودز انا شايف ان فترته شكرا على كده، ولو هتخسروه في ماتش الرويال رامبل ضد كيفن اوين هبوس دماغ تريبل اتش وهسامحه على اللي عمله فينا في الروف نتفليكس. انا بقول اهو كودي رودز كفايه عليه اول حد كده، ما قدمش حاجه مع اللقب، مفيش اي قصه، حرام كده كفايه. يعني انا كنت شايف ان لو رومان رينز استمر باللقب لحد 2025 وحطم الريكورد بتاع هالك هوجن وعداه في الحفاظ على اللقب بتاع الدبليو دبليو اندسبيوتد تشامبيون وخسر اللقب في الرويال رامبل دي السنه دي، كان يبقى افضل. بس بقى نيجي للحاجه المهمه بقى، الروك. في كلام كتير قوي على السوشيال ميديا انا بشوفه، واشاعات، وبيقول لك ان الروك هو اللي هيكون رقم 30 في الرويال رامبل ديت، وناس تقول لي بما ان رومان مشارك فاكيد الروك هيشارك في الرويال رامبل ديت. وشوف الروك هو بيلبسه عقد الاولى فاله، كان عينيه كلها غدر ومش عارف ايه. انا لازم ارد على الكلام ده واحده واحده بقى عشان نقفل موضوع الروك ده خالص. الروك بسم الله ما شاء الله. طبعا دلوقتي بينزل صور كواليس عرض الرويال الاول على نتفليكس وكده. الروك ما فيش واحد في الروستر ما حضنوش. المشكله كلها اللي كانت مع كودي رودز وماما رودز واللي احنا شفناه، وكودي رودز غلطه والكلام ده، قال على كودي رودز اخويا وقال على ماما رودز احسن كلام وحضن كودي رودز ودي خلصت. الاندرتيكر طبعا ظهر في عرض الرويال الاول على نتفليكس. الاندرتيكر ده ادى للروك شوك سلام في عرض الراس المني بدون سبب، بس كانت لقطه حلوه. الروك حضنه في كواليس عرض الرو عادي. سيس فريك رولينز اللي قال على ذا روك انه بيمر بازمه منتصف العمر ومش لاقي شغل في هوليوود، ورجع الدبليو دبليو علشان صيته يعلى مره تانية لما يقف قصاد سيس فريك رولينز فيس تو فيس. عادي. الروك حضنه خلف الكواليس برضه في عرض الروك. الروك كان ناقص يحضن جون سينا بعد ما عمل له الروك بوتوم وقال له انت اخرك مكانك في هوليوود. ناقص يحضنه. نيجي بقى للقصه دي بقى، هل الروك هيشارك في عرض الرويال رامبل؟ للناس اللي عماله تسال السؤال ده وعماله تلمح، والروك هيكون رقم 30 وفي تسريبات، والروك عنها كل المشاكل دي كلها عشان يبقى رقم 30، وبعد ما سولو يعترف برومان رينز جيكوب وتاما تونجا هينقلبوا عليه وينضموا لزاروك. الكلام ده في الاحلام. دماغ تريبل اتش اصغر من كده. انتوا بتهزروا. تريبل اتش ما عندوش دماغ انه يعمل الكلام ده اصلا، يفرهد مننا ممكن يجرى له حاجه. رومان رينز وزاروك مش هتحصل ما بينهم اي عداوه بعد اللي احنا شفناه في عرض الرويال الاول على نتفليكس. مش هتحصل اي حاجه. الروك رجع انهى كل علاقاته بالدبليو دبليو اي تماما علشان الدبليو دبليو اي تبدا قصص جديده. خد بالك الروك ما عملش كده مش علشان مشغول بس بافلامه مع هوليوود، لا، ده اوامر من الاداره نفسها، اوامر من نيك خان نفسه، لان الدبليو دبليو اي عايزه تهتم بالقصص اللي بتقدمها، لان نتفليكس دفع مبالغ كبيره جدا عشان تشتري عروض الدبليو دبليو اي الشهريه والاسبوعيه. فلو الروك جه يقدم ماتش في السنه ويختفي بقيه الماتشات ده مش هينفع مع سياسه نتفليكس خالص. فنيك خان وبأوامر من نيك خان قال للروك ان هو يعمل الكلام ده كله، ينهي كل خلافاته، ينهي قصته مع كودي رودز للراس المنيا 41، قصته مع رومان رينز. علشان كده 2024 وعودات الروك الكتيره جدا دي صفحه والدبليو دبليو حرقتها. مفيش كلام. الروك مش هيشارك في عرض الرويال رامبل ده نهائي، لا هيبقى له قصه مع رومان رينز ولا هيبقى له اي بتنجان خالص. طريق رومان رينز في الرويال رامبل هي حاجه واحده بس، عداوه مع درو ماكنتاير مش اكتر. دي القصه الوحيده اللي احنا لحد
النهارده شايفينها، لان خلاص سولو ساكوا سلم عقده الاولى فالا وكلها يومين وهيعترف برومان رينز. فخلاص قصه رومان رينز انتهت تماما مع البلاد لاين. رومان رينز دلوقتي هدفه واحد بس، يا اما يفوز بالرويال رامبل علشان ياخد اللقب من كودي رودز، يا اما قصته في عرض الراس المنيا دي هتكون فيها عداوه فرديه 1 on 1 ماتش مع درو ماكنتاير. ودي حاجه الصراحه انا مش عايزها برضه، لان انا شفت الماتش ده في الراس المنيا 35 ما بينه وما بين رومان رينز، وكان ماتش زباله، وعرض الراس المنيا 35 ده كله يترمي في الزباله. طريق رومان رينز في الرويال رامبل لازم يخرج منه بعداوه محترمه، واللي هقوله لكم بنسبه كبيره رومان رينز هيوصل للفاينل الرويال رامبل دي، هيبقى اخر واحد على الحلبه، مش اخر واحد هيطلع، هيبقى اخر واحد على الرينج سواء بقى مع جون سينا او سين بانك، لكن هو مش هيكسب الرويال رامبل ده مبدئيا. يعني من دلوقتي اعرفوا لو رومان رينز وصل اخر واحد في الرويال رامبل سواء مع اي مصارع، اعرف ان المصارع اللي قدامه هو اللي هيقصي رومان رينز، لان 90% رومان رينز مش هيقدر يخرج من الرويال رامبل دي كبطل ليها. وده مثلا مش حقد مني، ده تحليل مش اكتر، انا لسه ما قلتش التوقعات. اما نيجي الفيديو التوقعات قبل الرويال رامبل، ولما اختار 3 مصارعين ممكن يفوزوا بالرويال رامبل، ممكن اختار رومان رينز لما اشوف بقيه الاحداث. رومان رينز اصلا ما بيظهرش، رومان رينز من ساعه ماتش ضد سولو وهو ما بيظهرش لا رو ولا سماك داون، ومجدول ان هو هيشارك في عرض الرو يوم 27 يناير اللي هو قبل الرويال رامبل على طول. علشان ايه فاجئنا بقى؟ يا ترى هيعمل ايه؟ المشكله في رومان رينز ايام ما كان معاه لقب الدبليو دبليو اندسبيوتد تشامبيون كلنا كنا زهقانين من فترته لانه ما بيظهرش. طب هو خسر اللقب، بعد ما خسر اللقب ورجع هل بيظهر؟ لسه بنفس المشكله، ولو ظهر بيظهر في سيجمنت سينمائي ما بيتكرمش علينا ويجي للعروض، وده برضه مش الا مني لرومان رينز. انا بعامل رومان رينز معامله المصارعين المحترمين، حطه في صف كودي رودز كده، هو كودي رودز عندي في نفس المستوى. فانا نفسي من دلوقتي رومان رينز، احنا داخلين على موسم الراس المنيا 41، اتمنى انك تبدا تظهر من بعد الرويال رامبل، تبني عداوات. سماك داون في انحدار خالص، سماك داون بسم الله ما شاء الله بقى اقل من عرض NXT بكتير، 3 ساعات من الملل من الحشو. انا اليوم اللي بيجي عليا فيه اللي هحلل فيه عرض سماك داون ببقى متضايق. ده ليه؟ لان انا بشوف سماك داون مقرر، ال نايت وشينسكي ناكامورا اندراد، كودي رودز يطلع يحترم شويه في الناس، وبعدين كيفن اون يجي يضربه، جيكوب وتاماتونجا عاملين مشاكل مع كل اللي في عرض سماك داون. ده سماك داون باختصار. انا لو نزلت لكم فيديو قديم من عندي لعرض سماك داون انتم مش هتلاحظوا الفرق. فاتمنى ان رومان رينز ينزل شويه كده لينا ويفرغ وقته الكامل لينا ويهتم شويه بالقصص. الدبليو دبليو اي دفعت فلوس كتيره لنتفليكس، وعرض سماك داون لسه لما يتنقل على شبكه نتفليكس بشكل رسمي لسه في عام 2026. يعني انا هتفرج سنه كامله على عرض سماك داون بالملل ده؟ لا الغوه احسن، والله الغوه السنه دي كلها ورجعوها 2026. والناس اللي هتيجي تقول لي ما هو بيتذاع على نتفليكس، ما كل العروض بتتذاع على نتفليكس، بس عرض سماك داون لسه تابع لشركه USA، تابع للبث التلفزيوني في امريكا، لسه ما اتنقلش العرض على شاشات البث الرقمي، شاشات نتفليكس. اللي اتنقل حاليا عرض NXT وعرض الرو وكل العروض الشهريه، انما عرض سماك داون لسه باقي على شبكه USA والبث التلفزيوني في امريكا. هو بيتعرض عندنا احنا في الشرق الاوسط على نتفليكس عادي. واخر الكلام اللي انا عايز اقوله عن رومان رينز وطريقه للرويال رامبل، لان طريق رومان مش لسه واضح بشكل كبير. طريق رومان هيبتدي لما نعرف سولو ساكوا هل هيعترف بيه ولا لا، لان انا حاسس برضو شعور تاني انه سولو ممكن يعترف برومان رينز في عرض الرو يوم 27 يناير ويدوا له الامان ويحضنوا بعض وتنتهي القصه وكله تمام. وفي عرض الرويال رامبل سولو ساكوا بدل ما يطلع يساعد رومان رينز، سولو ساكوا يتحد مثلا مع ماكنتاير ويخرجوا رومان رينز من الرويال رامبل دي. ده اللي انا حاسه، ومش هتكلم عن الموضوع ده كتير. خلينا نسمع عرض سماك داون، نسمع عرض الرو الجاي، وان شاء الله في الجزء الثالث نقدم لكم تحليل جديد عن ال5 مصارعين المؤكدين للرويال رامبل. واهم حاجه ما تنساش تتابعنا على الفيسبوك، صفحه الفيسبوك وصلت 1000 فولورز، عايزين نوصل 2000 فولورز بقى ونمتع الدنيا كده. وبرضه ما تنساش تتابعنا على حساباتي على السوشيال ميديا، فيسبوك، التيك توك والانستجرام، كل الروابط موجوده تحت في الديسكريبشن. كان معاكم مصطفى محمد واحلى سلام.